الانيميا من الاسباب اللي ممكن توقف عندك الحرق تماما وما تخليكيش تنزلي لا على الميزان ولا حتى المقاسات. صدقوني لو ما تعالجتوش منها بشكل صح جدا جدا سواء من الادويه او من الاكل هتدخلوا في متاهات صعبه جدا وامراض احنا مش قدها. اتمنى ان انتوا تتابعوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ويلا بينا نبدا حلقتنا. مساء الخير رشيقاتي وحبيباتي. حلقه النهارده عن الانيميا بناء على تصويتكم ورغبتكم. طبعا زي ما ذكرت قبل كده في الفيديو، الانيميا عامل من العوامل اللي بتؤدي الى عدم الحرق وكمان عدم نزول الوزن. وزي ما قلت لكم برضو ان انا صدر عني الفتره اللي فاتت نزول في الانيميا، ولكن انا كنت باكل اكل صحي جدا وماشيه صح جدا، وكانت الانيميا عندي سليمه وكنت حوالي 12، وفجاه بقدره قادر لقيتني 8.9. فطبعا لما بحثت عرفت ان الانيميا دي منها انواع كتير جدا، مش الانيميا اللي هي فقر الدم بس او ان نقص الحديد في الجسم. الانيميا منها اسباب كتير جدا جدا زي ما قدامكم على الشاشه، ولكن من اهمها نقص الحديد في الجسم وكمان نقص فيتامين بي 12. طيب الانيميا دي ممكن تجيلنا ليه؟ الانيميا بتجيلنا لو احنا بنتبع نظام صحي غلط او رجيم غلط، اللي هو بقى بناكل حته الدجاجه المسلوقه ومعاها شويه خضار مسلوقين زي بتوع الناس اللي تعبانه، او التفاحه ناكل ربع اصل التفاحه هتدخلنا، او لا انا جعانه فانا مش هاكل او مش هتعشى النهارده، لا اصل انا عامله دايت. كل ده هيخلي عندك تساقط في الشعر، هيخلي عندك ضعف في العضلات وضعف في النظر، وهتنزل الانيميا عندك. وكمان من اسبابها لو انت عندك مرض مزمن في جسمك مثلا وانت معرفتهوش وفجاه ظهر في حياتك، زي ما حصل معايا دراعي وجعني فعملت اشعاعات على هنا ولا على رقبتي، فلقيت ان في برضو تعب في النخاع. فهي كمان من الاسباب الامراض اللي ما بنكونش عارفينها وفجاه تظهر لنا. مبدئيا كده ايه هي الانيميا؟ هي عباره عن نقص في كرات الدم الحمراء اللي بتنقل الاكسجين للجسم. من احد اسبابها وقلناها وهو عنصر الحديد او نقص فيتامين ب 12. نقص عنصر الحديد في الجسم بيؤدي الى خفض قدره نخاع العظام اللي بيصنع ماده الهيموجلوبين او الهيموجلوبين لتكوين كرات الدم الحمراء. طبعا زي ما ذكرت الاسباب في اول الفيديو من اهمها نقص الحديد. نقص الحديد نتيجه قله الاكل، لكن في الفيديو ده انا هبدا معاكم بالعلاج، وفي الاخر كالعاده هسيب لكم النظام الغذائي. النظام الغذائي ده انا اتبعته لمده اسبوع، خسرت فيه 2 كيلو 650 جرام. المفروض المعدل الطبيعي ان احنا نخس فيه 3 كيلو، في اللي ممكن يخس اكتر وفي اللي يخس اقل. فاتمنى الناس اللي هتعمله تقول لي بالظبط هم خسروا قد ايه في الاسبوع ده، لان انا بعمل تحليل للاكل او تشخيص، لان كتير جدا بيقولوا الناس اللي عندها انيميا وبتاخد علاج او بتاكل او بتمشي على نظام غذائي ان هم بيزيدوا في الوزن، وده شيء غلط خالص. احنا لو مشينا على نظام اكل صحي صح وخدنا علاجنا بالتوقيت الصح، لان مش معقول هناخد العلاج برضو في توقيت غلط، لو خدناه في التوقيت الصح صدقوني في خلال شهرين الانيميا هتترفع عندكم من 11 ل 12 ان شاء الله. اول حاجه لازم نعملها ان احنا نحلل صوره دم كامله CBC، يعني نروح معمل التحاليل ونقول له صوره دم كامله مش انيميا فقط. ليه؟ علشان يطلع لنا نسبه الانيميا وكمان كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء وكمان الصفائح الدمويه. كل ده لازم انت تشوفيه او دكتور كمان انت ماشيه معاه يقول لك ايه الصح. لكن من خلال تجربتي هقولك عن الادويه اللي تنفع ليا وتنفع لغيري وما فيهاش منها اي ضرر خالص، لان طبيب كبير جدا جدا هو اللي عطاهاني وقال لي ان هي تصلح لناس كتير جدا زي الحامل واللي بترضع وكمان الناس اللي بتلعب تمارين رياضيه وماشيين على انظمه عاليه في السعرات او منخفض السعرات، الناس اللي بتعمل تنشيف وتضخيم للعضلات، فتنفع لكل الفئات. لكن برضو يستحسن ان تسالوا الطبيب علشان ما حدش يقول لي انت بتفتي وما بتفتيش، فاستشيروا الطبيب لو تحب. اول حاجه العلاج لوحده مش هيعمل حاجه، لازم علاج ومعاه اكل. هناخد قبل الفطار كبسول، الكبسول ده اسمه فيرتيرول، كبسوله واحده فقط يوميا. الكبسوله دي بتحتوي على حديد وزنك ونحاس وفيتامين B1 و2 و6 و12 وحمض الفوليك وكمان البيوتين. الكبسولات دي ممتازه جدا جدا، وقرات عنها كتير جدا في الانترنت ولقيت مفيش منها اي ضرر لاي انسان عنده انيميا. اي حد عنده انيميا تحت ال9 انصحه ان هو ياخد الفيرتيرون بعد الفطار، ولكن بعد ما تاخدوها ما تشربوش لا شاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا اي حاجه فيها فيتامين ولا حتى شوكولا ولا كاكاو ولا اي حاجه من دي. اي حاجه فيها كافيين ممنوعه منعا باتا. تاني حاجه معانا فوار. الفوار ده
اسمه برافوتين. برافو زي الاسم كده، مش عارفه مظبوط. برافوتين. الفوار ده ممتاز جدا جدا جدا. ناس هتقول لي ده ممكن يكون في سعرات حراريه، اقول لك ايوه، هو في 8 سعر حراري، وطبعا في 1 جرام من الكربوهيدرات. بيتخن؟ لا ما بيتخنش، لان 1 جرام كربوهيدرات مش هيعمل حاجه يعني. الفوار ده ممكن تجيبي علبه فيها 14 كيس ودي ب 77 جنيه، وممكن تجيبي علبه فيها 30 كيس ب 150. طبعا انا بجيب الكبيره لان انا هاخدها لمده شهرين متتاليتين. الفوار ده ممتاز جدا، بيعالج الانيميا، وكمان بيعمل على زياده نسبه الهيموغلوبين، كمان بيعالج خشونه الركبه والتهاب المفاصل، وبيعيد بناء الخلايا، وكمان بيرفع نسبه البروتين فبيمنع تساقط الشعر. مفيد جدا اثناء الحمل واثناء الرضاعه وللاطفال، كمان مفيد للناس الحوامل والناس اللي بترضع والناس اللي بتمارس رياضه في الجيم. ممتاز جدا. كل اللي انت تعمليه ان انت هتاخدي الكيس كده وهتصبيه في نص كوبايه من الميه او نص كوبايه من اللبن، لكن انا بنصح ان انا احطها في ميه عشان ما ازودش السعرات الحراريه في الاكل. تبيه وتاخديه لمده ساعه قبل الاكل، يعني لو هتاكلي الساعه 5 هتاخديه الساعه 4. طبعا في خلال الساعه دي ممنوع اي اكل خالص. ومفيد جدا، جربوه، طعمه مقبول جدا، طعم البرتقال خفيف جدا. خلاص خدنا بعد الفطار وخدنا قبل الغدا، هناخد بعد الغدا. هناخد بقى بعد الغدا مباشره، يعني مش بعد الغدا بقى ب10 دقايق او بنص ساعه، لا، بعد ما نخلص الاكل ونغسل ايدينا ندخل نجيب كوبايه ميه وناخد كبسولات اسمها فيروجلوبين بعد الاكل مباشره. وكمان بعد الاكل وبعد ما تاخدوها ما تاخدوش لا شاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا كاكاو ولا اي حاجه فيها كافيين. كده خلصنا العلاج. وزي ما قلت العلاج لوحده مش كفايه، لازم ناكل اكل صحي ولازم نمشي على نظام صحي. والبنات اللي بتقولي انت كاتبه اكل كتير جدا جدا، انتوا لو حسبتوه في السعرات مش هتلاقوه عدى ال 1000 او 200 سعر حراري، والحد الادنى لاي حد عايز يخس 1200. الناس اللي تقول لي انا باخد 600 سعر و1000 سعر دولت مش هيخسوا خالص. كده خلصنا الدواء، لازم ناخده في المواعيد اللي انا قلتها بالظبط. ما تصحوش بقى متاخر الساعه 2 3 العصر وبعدين تاخدوه لغايه العشاء والكلام ده. لازم تصحوا بدري وتاخدوا العلاج بتاعكم وتاكلوا كويس جدا جدا عشان يبقى في نتيجه، وعشان كمان الصحه. والله العظيم يعني الساعتين بتوع الليل دولت وانت نايماهم ب1000 من الساعات وانت نايماهم بالنهار. جربوا الموضوع ده هتلاقوه يفرق معاكم جامد. هنيجي بقى للاكل. النظام ده هيبقى فيه مشروبين اساسيين. اول مشروب هناخده الصبح اللي هو نصحى بقى من النوم ونشرب ميه عادي جدا جدا. الناس بقى اللي هتشرب بولت بروف بلاش، يعني انا موقفه البولت بروف بقالي فتره. اول حاجه هناخدها المشروب البنجر. مشروب البنجر ده هيبقى عباره عن بنجر. البنجر غني بمضادات الاكسده، وكمان بيمنع السرطان، وكمان غني بالفيتامينات والمعادن والالياف، وبيمد الجسم بالاكسجين اللازم. هنضيف واحده بنجر متوسطه مع واحده من التفاح مع حبايه من الجزر. هنعصرهم لو عندك خلاط اللي هو بتاع الفاكهه يا سلام، خير وبركه. هتعصريهم على البارد والعصاره بتاعتها هتشربيهم. ولو ما عندكيش هتحطيهم على البوتاجاز يتسلقوا شويه وتفرميهم في الخلاط، ولما يبردوا هتشربيهم. انا عن نفسي بعملهم على البوتاجاز لان ما عنديش خلاط الفواكه. المشروب التاني هيبقى قبل العشاء بساعه، وهيبقى عباره عن نص حزمه من السبانخ، عليهم معلقه من بذور الشاي، وعليهم كوبايه من اللبن الخالي الدسم، ولو عندك 3 4 حبايات لوز او معلقه زبده فول سوداني حطي معلقه. وعايزه تحلي بالعسل حلي او بسكر دايت، بس انا ما بحطش عسل عشان ما اعليش في السعرات، وما بحطش سكر دايت لان هو طعمه مقبول. السبانخ حلوه جدا جدا. الناس بتقولي يع ومش يع، والله السبانخ جميله جدا سواء خضراء او معصوره، هي بس مساله تعود مش اكتر ومش اقل. انا كده قلت المشروبين الاساسيين اللي لازم ولابد تعمليهم، هيفرقوا معاكم جدا في النظام الغذائي. طبعا هقول لكم النظام في الاخر زي ما اتعودتوا. اتمنى ان انتوا تنفذوه بالدقه كامله متكامله. الناس اللي هتبدا فيه تقول لي ان هي هتبدا فيه، ولما يبداوا بعد اسبوع يقولوا لي، هتقولوا لي هنمشي على الصيام المتقطع من خلال الموضوع ده. الناس اللي عايزه تمشي على الصيام المتقطع تمشي، والناس اللي مش عايزه ما تمشيش، لكن انا بطبق النظام ده في خلال الصيام المتقطع. هتقولوا لي طيب احنا قبل العشاء هناخد مشروب السبانخ ازاي؟ نظموا وقتكم، شوفوا العشاء بتاعكم هيبقى اخره الساعه 8 الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. وطول باقي الساعات اللي مش هتناموا فيها خدوا فيها حاجات ما فيهاش سعرات حراريه
عاليه ومشروبات اللي انا ذكرتها قبل كده وتصلح في الصيام المتقطع. بس طبعا هتقول لي انت بتتكلمي كتير وبترغي كتير 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 كتير. ايوه انا رغايه. لو مش عاجبك الفيديو ما تحطيش تتفرجي عليا عادي جدا جدا، عشان بشوف كومنتات حلوه حلوه وسلبيه جدا جدا. بكده اعزائي المتابعين والرشيقات والحبيبات وكل حاجه في حياتي، بحبكم جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم، واشوفكم على خير، وهسيب لكم النظام الغذائي عشان تاخدوا شوت سكرين، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر. لا اله الا الله محمد رسول الله.